هاد الفيديو غنشوفوا يوتيوبر اللي كانوا مبلبلين واكتيف مع المتابعين ديالهم حتى اختفاو بشكل مفاجئ وما بقاش لهم الوجود في اليوتيوب المغربي. بداية بسلمان اولا الواعر، هو يوتيوبر مغربي واللي بدا المحتوى هو صغير يامات حمريطه ويوتيوب 2016. هو جيمر وبدا فيديوهات في 2016 الهيد ديال الجيمنج ويلعب العاب ورياكشن بالدارجه المغربيه. كان كيلعب العاب ويبوستي فيديوهات بحال فورتنايت ماينكرافت، واللعبه اللي تشهر بها الواعر ديال بصح هي فيفا. من بعد واحد البيريود الواعر غادي يلوح واحد فيديو بعنوان معاناتي مع مرض ثنائي القطب. ثنائي القطب باختصار هو واحد الحاله صحيه كتخليك تحس بواحد التقلبات مزاجيه مفرطه، الاكتئاب. اول حاجه كتفيق خاسر، وهذا الشيء الا فقتي من الفراش حيت كتحس براسك ثقيل عليك، كتحس بالكور ديالك ما باغيش يتحرك، كتحس براسك عيان مدقدق. شديت واحد الدواء ديال النعاس سميتو ستيل نوكس، ضربت منه 20 حبه. هو نورمالمون حبه وحده منه كافيه باش انه تنعسك 12 ساعه، انا كليت منه 20 حبه كامل. الواعر 9 شهور لدابا باقي ما لاح والو غابر، لكن قبل شهرين كنلعب مع ريد لاين اكس 25، ولكن راه ماشي لاشين ديالو وغبر غبره خايب. دابا راكم وليتو عارفيني، الا بت لكم كنلوح فيديوهات عرفوني ناشط، الا بت لكم ما كنلوحش الفيديوهات غابر عرفوني مدير. ديوان هو يوتيوبر مغربي بمحتوى ديال الانيميشن، تقريبا هو اول واحد يدير هذا المحتوى في المغرب. يرسم شخصيه يحركها ويدير فيديو ابداعي على شكل بودكاست، والفيديوهات ديالو كامله ما كاينه ضحك تيبان والديك. ديوان تقريبا من عام ما دار شي حاجه وغبر حتى هو غبره خايبه وما لاح والو بحكم المحتوى ديالو كيبغي الوقت والخدمه. سهيل الحداد هو يوتيوبر مغربي ولا معرف بكونسيبت غدا رمضان. ما يمكنش تكون مغربي وعمرك استمتعتي بشي فيديو من الفيديوهات ديالو. المفتش غدا رمضان واللي هي سلسله كيديرها سهيل كل عام، ورمضان اللي فات المغرب كامل كان كيتسنى حد ديالو الحلقه ومنهم تنانيت. لكن سهيل صدم كل شيء ما حط والو في 2023 كان اخر فيديو ليه واللي باقي غابر لدابا. عبد الله العروش بيرمون هو يوتيوبر مغربي بمحتوى ديال القصص، اكثر من 700 كفلاشين ديالو اللي بدا في 2021 بمحتوى ديال القصص. بدا بوالو بمايكو بيسلي من الجوطيه. عبد الله مثال حي، بدا من الزيرو ووصل في داكشي اللي خدام عليه، وكيعاود قصص بالدارجه المغربيه وعنده جمهور اللي كيعيش مع القصه ديالو، كيعاود روايات وقصص ديال الناس بالطريقه ديالو. وحاجه اللي خلاته يتفوق على بنادم في نفس الدومين ديالو هي الطريقه ديالو في الهضره وكيفاش كيجسد كل شخصيه بالصوت ديالو. سي حازم امتى كتبت عليك؟ ما كتبش عليك فوالو. بدات مليح حازم بخبج وقال لي منين قلتي بلا عمرك سمعتي بيا من قبل؟ واش كاين شي شيخ اولا راقي عمرو سمع بيا اني؟ بيرمون دابا ولم يعد، وتقريبا 5 شهور من دابا هو غابر. لكن تيقوني وهذا الكلام عمر قالوا شي واحد من قبل. عبد الله العروش بيرمون غادي يرجع لليوتيوب في القريب العاجل وبمفاجاه من الفوق. لامياس هو يوتيوبر مغربي واللي تيدير نظريات وقصص ديال الرعب، واللي حتى هو مميز بالطريقه ديال الالقاء ديالو والمواضيع اللي كيدوي عليهم بخلاصه تيق الخدمه اللي كيدير. بدا الشين ديالو في 2017، لكن الفيديوهات بداهم في 2020، وكل رمضان ولا في المتابعين ديالو يدير واحد السلسله ديال 30 فيديو، يعني 30 يوم، يعني كل نهار فيديو. وتما فين تفرقعت لاشين ديالو ولات عنده قاعده جماهيريه. إن الغالب الله تحماو عليا يوتيوب اللي بداو كيبلوكيو ليا لي فيديو، داروا ليا 2 ديال سترايكات وكانوا شويه وغيسوبريميو ليا القناه والمشاكل ديال الحياه. المهم وحتى هو بقى تولف المتابعين ديالو وغبر غبره وحده. حتى هو من شهرين من دابا ما لاح والو، ذهب ولم يعد. دير لايك لما كنتيش دايرها، دير ابوني لما كنتيش دايرها. دونك هذا ما كان، ان شاء الله فراسكم اخوت.